بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض القراقيش بالعجوه بطريقه اقتصاديه وسهله وبسيطه هتعجبكم ان شاء الله. المكونات: معانا 3 كوبايات دقيق جميع الاستخدامات، ومعلقه لبن بودره، وذره ملح، وربع كيلو عجوه، ومعلقه خميره على معلقه سكر، وكوبايه زيت، ومعلقه شمر، ومعلقه سمسم. هندوب الخميره مع السكر بميه دافيه. دوبنا الخميرة مع السكر وهنركنها قبل ما نقلب المكونات مع بعض، وهنقلب المكونات مع بعضيها. وهنضيف كوباية الزيت، هنقلبها. بعد ما بسينا الزيت مع الدقيق هنحط الشمر والسمسم، هنحط معلقه سمنه بلدي ونقلبهم مع بعض. عايزه اقول لكم ان كوبايه الزيت اللي حطيناها على ال3 كوبايات دقيق كوبايه صغيره. الخميره بعد ما اتفعلت هنضيفها على العجين. وهنلم العجينه، كل ما تحتاج ميه نحط لها، ويا ريت ما نعجنهاش كتير عشان ما تبقاش ناشفه. بعد ما لمينا العجينه هنسيبها ربع ساعه ترتاح، وبعد كده هنقطعها. هنهرس العجوه بمعلقه سمنه على النار، ونحط لها حبه مكسرات مجروشين، ده اختياري. ونقلبهم مع بعض كويس. لما العجينه ارتاحت هناخد منها قطعه ونفردها على الرخامه. هنفردها مستطيل، وناخد قطعة من العجوة ونقفل الطرفين على بعض. هنقطع الطرف ده نساوي الدنيا كلها. ونقطع الطرف ده. وهنعمل كام واحدة سادة من غير عجوة. وهنقطعهم بالقطاعة الحجم اللي انتي عايزاه. بعد ما خلصنا العجينة كلها هندهنها بلبن وعسل نحل. وبعد ما خلصنا الكمية هنسيبها ترتاح نص ساعة، ونحطها في الفرن على درجة حرارة 200، نكون مسخنينه قبلها ب10 دقايق. وادي القراقيش بعد ما طلعت من الفرن لونها تحفة، وهتعجبكم ان شاء الله. بالهنا والشفا.